السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الرد على نص أنا في الآب والآب فيا. في الحقيقة أن المقصود من هذا النص هو الصلة الروحية والمعنوية، والنصوص الآتية تثبت هذا الكلام. في يوحنا 14:20 يقول النص: في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيه وأنا فيكم. في ذلك اليوم تعلمون أني أنا في أبي وأنتم فيه وأنا فيكم. يبقى المقصود أن يسوع في الآب والمؤمنين في يسوع ويسوع في المؤمنين. يبقى هذا دليل على الصلة الروحية الموجودة ما بين الآب ويسوع والمؤمنين. أيضا في يوحنا الأولى 2:24 يقول النص: أما أنتم فما سمعتموه من البدء فليثبت إذن فيكم. إن ثبت فيكم ما سمعتموه من البدء فأنتم أيضا تثبتون في الابن وفي الآب. يبقى أيضا المقصود من هذا النص أن المؤمنين في الابن وفي الآب أيضا. المؤمنين في الابن وفي الآب أيضا. يبقى هذا الكلام يدل على الصلات الروحية والمعنوية. يبقى نص أنا في الآب والآب فيا لا يدل أبدا أن يسوع هو الآب أو أن الآب هو يسوع. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.